اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من صالون الاستاذ محمد المصري الثقافي الادبي. في عرض يوم معنا انتهاء هذا الصالون. طبعا بنقول للاستاذ محمد عم بارك لك على نجاح الفيلم الاستاذ محمد المصري. شكرا جزيلا استاذ رضا، وشرفنا بيكم النهارده في الصالون الثقافي، واتمنى ان انتم تكونوا قد استمتعتم بهذه الاحتفاليه. الاستاذه هويده معانا الشاعره الجميله اللي كتبت لنا تحيا مصر تحيا مصر. النهارده ايه رايك في الصالون الادبي اللي انت سمعتيه النهارده والكم الرائع من الشعراء والمخرجين؟ يعني ما شاء الله غايه الجمال والاحترام والتقدير، وكلهم مبدعين. طبعا بفضل ربنا ثم شاعرنا الجميل محمد المصري اللي بيدعم كل المواهب، وطبعا بفضل ربنا. وطبعا انا النهارده فرحانه جدا جدا جدا، يوم عظيم بالنسبه لي، اجمل يوم رئيسنا محمد السيسي. انا بحبه جدا وبقول له كل سنه وانت طيب يا ريس، ودايما معانا وفي وسطنا ورافع من شأننا. بجد احنا من غيرك مش هنقدر نعمل لا انا شايف في حراك ثقافي جميل في مصر. شايف المنتديات الثقافيه ما شاء الله في زخم كبير قوي في الادب والثقافه في مصر، وده شيء دل على شيء، انما يدل على ان مصر بلد الثقافه والابداع. يعني الاستاذ محمد المصري احنا شايفين النهارده حرص الصالونات الادبيه على دعايه المواهب. وده يعني حاجه جميله لما بنلاقي تعدد الصالونات الادبيه، يعني شبه ان كل يوم يبقى اكتر من صالون ادبي مش كده؟ طبعا احنا دايما بندعم المواهب الشاب، سواء اذا كان مواهب دراميه فنيه ثقافيه شعريه، فدول ولادنا اللي احنا بندعمهم، وهم دول اللي ماسكين الرايه من بعدنا، فاحنا بندعم دايما الشباب في مجال استاذ هويدا قربي لنا عشان الصوت يطلع اوضح كمان. الاستاذ هويدا طبعا ما شاء الله، تعالوا احنا قاعدين بناخد اراء الناس كلها في الصالون الادبي بتاعنا. النهارده رايك في الصالون الادبي ايه؟ السلام عليكم. الصالون الادبي ناجح جدا، وده الصالون رقم 6 الاستاذ محمد المصري، هو داعي للادب والثقافه، وما شاء الله كل اللي موجودين كل شهور قناه منهم حضرتك طبعا. انا فاطمه ياسمين شاعره على قد يعني، وبرضه هقول تحيا مصر، تحيا مصر بكل ناسها اللي دايما رافعه راسها، تحيا مصر بالجنود اللي واقفه على الحدود بحروسها، تحيا مصر بجيشها ورجال اهلها اللي دايما وهم فخرها، اللي بيدافعوا عنها وهم تاج راسها. تحيا مصر. الله الاستاذ محمد المصري انا شايف فرحان جدا النهارده لهذا الزخم وهذا الجمال الرائع اللي احنا شايفينه من الشعراء والمطربين. راي الفنان بقى الجميل، تعالى راي الفنان الجميل النهارده لما يبقى عندنا كم رائع من الشعراء وعندنا كم من الفنانين. النهارده كل فنان ما حضرش الصالون بتاع النهارده. طبعا كانت ليله جميله طبعا. اتشرفت النهارده الصالون، وطبعا طبعا احنا شرفتينا النهارده، وكان يوم جميل جدا ومن احلى ايام حياتي طبعا، وانا شرفت النهارده. حاجه جميله جدا. كل